الحبس راه ما تبغيش لعدوك، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وهي اللي قلّبات على هذا الشيء، ما تعلماتش الدرس من القضية ديال حمزة موبيبي اللي كان فيها النصب والاحتيال، وفرتكات بزاف العائلات ودمّرات بزاف د الناس، نتوما راكم على بالك. لهذا القانون كان رحيم معها، لأن الحكم كيف قلت لكم في قضية ديال الإخلال بالحياء العام كيوصل حتى ل2 عام. عطاوها 10 شهور ديال الحبس، غرامة مالية 500 درهم. والجميل في القضاء الآن هو أنه ولا كيدير هذه القضية ديال الحرمان من مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن أنا كنشوف باللي قليلة، 3 سنين قليلة، لأن كاع الأحكام اللي كنا شفنا قبل بداو كيسدوا لهم الصفحات، ولا بداو كيعطيوهم 5 سنين حتى ل10 سنين. المهم ثقتنا كبيرة كانت في العدل، وكانت ثقتنا كبيرة في الأمن وفي القضاء، والحمد لله. يعني القضاء خدا المجرى ديالو. اللي كانت باغا الحبس للمغاربة صدقات هي داخل الحبس، لا شماتة، وتكون عبرة لمن اعتبر. وجمعوا علينا قنافدكم، وما تبقاوش عطيونا التعرية. راه اللي طاح في المقلة غيتقلى. غتقول لي يا راه بزاف كاينين اللي مشوهين وكذا. المهم حنايا المغرب راه تيعطي العبرة وتيعطي كيبعث رسائل من خلال هذا الشيء. واللي سخن عليها راسها ولا سخن عليه راسو راه عارف شنو تيتسناه. السلام عليكم.